السلام عليكم. طبعا احنا في شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. واكيد بنتعزم عند حبايبنا او اصحابنا او جيراننا وقرايبنا عزايم على الفطار. بعض التصرفات ما ينفعش ان احنا نعملها واحنا معزومين على الفطار. اولها، ما ينفعش ان احنا نروح عند اللي عازميننا بدري قوي قبل الفطار بمدة طويلة. انت كده بتربك البيت وبتوترهم وبتخليهم يعني متلخبطين، لان هم اكيد بيجوا بعد ما يخلصوا الاكل عايزين يروقوا البيت في السريع او كده، يبقوا عايزين يقعدوا معاكم. ممكن يكونوا لسه ما لحقوش يخلصوا الفطار، وفي نفس الوقت عايزين يستقبلوكوا، فانت كده بتوتر جو البيت. طيب النقطة التانية، ما ينفعش ان انت تروح متأخر قوي، يعني لا ده ولا ده بالظبط، لازم تروح في وقت مناسب هنقول عليه دلوقتي. ما ينفعش تروح متأخر خالص، مش على الفطار بالظبط ولا بعد الفطار، لان في ناس بتبقى نازلة من بيتها متأخر والطريق بيكون مزدحم في الوقت ده، فتوصل بعد الفطار مثلا بربع ساعة، وبعض الناس بيبقى اكتر من كده. فالناس المستضيفاك في بيتها وعزماك فبيفضلوا مستنيينك علشان تفطروا سوا، فانت بالتالي بتأخر عليهم فطارهم. فدي حركة مش لطيفة خالص، فلازم توازن الوقت وتنزل بدري علشان توصل في وقت مناسب. ايه الوقت المناسب اللي انا اروح فيه؟ يكون مثلا قبل الفطار بساعة الا ربع، يعني يكون هم يعني بالتقريب كده هتحس ان هي خلصت اللي وراها، والناس يكونوا مستعدين لاستقبال اي حد. اكتر من كده او بعد كده اعتقد ان هو ما بيبقاش لطيف. وطبعا ده بيحكمه كمان يعني العلاقة اللي بينك وبين اللي انت رايح له. لو حد من العيلة انت بتبقى عارف، يعني ذاتنا في دقيقنا زي ما بيقولوا كده، بتبقى عارف انتهوا ولا لأ. لو صاحب، لو زميل بعيد، فانت على حسب العلاقة بينك وبين اللي عازمك بتقدر تحدد او تعرف او حتى تسأله، لان احنا ممكن نسأل بالتليفون اخباركم ايه، تمام، نقدر نيجي دلوقتي، الوقت مناسب للزيارة ولا لأ، ما فيهاش اي حاجة. الوقت مناسب ان احنا نيجي دلوقتي ولا لأ، ما فيهاش اي مشكلة خالص، بالعكس بتبقى لطيفة. طيب النقطة اللي جاية دي بقى بالنسبة للستات شوية. وانتي بتاكلي فمتقعديش بقى تقولي كان عايز حبة ملح شوية، هاتيلي حبة ملح، هاتيلي حبة فلفل، انتي عاملاه بالطريقة الفلانية. عارفة لو كنتي عملتيه بقى بالطريقة العلانية التانية اللي انا بعمل بيها، لان انا خطيرة ما حصلتش، كانت هتبقى حلوة قوي وهتبقى طرية عن كده. حاسة ان المكرونة بالبشاميل ناشفة شوية، كنتي زودي البشاميل. طول ما انتي قاعدة عمالة تتكلمي على طريقة الاكل اللي عملت بيها، وقد ايه هي طريقة ما كانتش قد كده، والطريقة اللي انتي بتعملي بيها اللي انتي هتقوليها لها ان شاء الله بعد ما تقوموا تشربوا الشاي هتبقى هي الافضل والاحسن. لا بالعكس، ما ينفعش خالص. احنا بناكل الاكل اللي محطوط ونقول تسلم ايديكم، ربنا يبارك فيكم، افطر عندكم الصائمون، واكل طعامكم الابرار، وصلت عليكم الملائكه، وذكركم الله في من عنده. بس مش ما نقولش اكتر من كده، وتسلموا جزاكم الله كل خير، واخدتوا اجر افطار الصائم. طيب واحنا جايين بقى نقوم نشيل الاكل، ما حضرتك مش هتقومي تغسلي ايدك وتقعدي على الكنبه كده، لا ما يصحش طبعا. هي بتقوم بتلم السفره، حتى لو عندها بنات بيلموا معاها، انت كمان بتساعدي وبتقدمي المساعده بشكل لطيف. لو هم رفضوا تماما، قالوا لك ابدا وحلفوا عليكي والحاجات اللي بنشوفها دي، خلاص اقعدي المكان اللي هم حددوهولك اقعدي فيه. لكن لو حسيتي ان هم عادي، قدمي المساعده ولمي معاهم الاطباق ولمي السفره، وشوفي هتعملوا ايه. لو في اكل في الارض تلميه، خصوصا لو كان معاكي اولاد صغيرين وهم دربكوا الدنيا وبهدلوا الدنيا وفتافيت ورز وبتاع والحاجات دي كلها على الارض، لازم تصلحي ما افسدوه اولادك. ما ينفعش ابدا، مش عشان انتي ضيفة فتقومي وتسيبي مكانك اطلاقا. المسلم بيترك المكان انظف مما كان، فما نروحش عند الناس ونوسخ لهم بيتهم ونسيبهم ويمشي. بالعكس، احنا نساعدهم، يعني كتر خيرهم، اتكلفوا ماديا واتكلفوا بدنيا، هي اكيد تعبت واقفه طول النهار بتطبخ علشان تستقبلك، فانت كمان تقدمي المساعده. حاجه كمان مهمه بصراحه، ما ينفعش ان احنا نكون معزومين عند حد وندخل كده، انا مش عايزه اكلف حد فوق طاقته، يعني ندخل كده اللي هي ايه، ايدينا فاضيه يعني زي ما بيقولوا. ممكن تضيفي حاجه على الاكل، والحاجه دي تكون معروف انها ممكن تتاكل جنب اي اكل، زي مثلا السمبوسه.
تعملي مثلا حبة حلوين كده تاخديهم معاكي، تعملي سيرفيس سلطة، تعملي حاجة تتحط جنب الأكل. طيب لو انتي مش عايزة تعملي ده والحمد لله ان انتوا حالتكم كويسة ماديا وتقدري تجيبي حاجة معاكي، بلاش تاخدي، يفضل بلاش التورت والجاتوهات والكنافة المانجا 500 جنيه دلوقتي ولا بقت 700 و800. خدي حاجات البيت يستفيد منها. زي ايه؟ واعتقد ده بقى منتشر جدا على السوشيال ميديا دلوقتي، والناس كلها بتقرأ ده وبتشيره علشان الناس تستفيد. علبة مسحوق غسيل 5 كيلو، يا سلام زي الفل. كام كيلو سكر على مكرونة على مش عارف ايه على فرختين على كيلو لحمة. مش عيب ايه الكسوف ده، لا 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 مش عيب ولا كسوف ولا اي حاجة خالص. الوضع الحالي مخلي الناس كلها اصلا يعني مش عارفة تمشي الشهر ازاي، فهم متكلفين. فانت لو هتروحي معاكي الحاجات دي هيتبسطوا جدا جدا بيها، مهما كان حالتهم المادية كويسة الحاجات دي بتفرق وبتكون افضل بكتير، لان هم اكيد بيكونوا عاملين حلويات او عاملين حاجه يعني عشان يتحلوا بيها بعد الفطار. بعض الناس بتقول، يعني مثلا في واحده قالت لي بتعمل ده، بتتصل على اللي عازمها بتقول له لو سمحت الحلو علينا، فلو سمحت ما تخليش المدام تعمل حاجه، يعني الرجاله بيكلموا بعض يقول له ما تخليش المدام تعمل اي حاجه حلوه ولا انت تشتري حاجه لان الحلو علينا هنجيبه معانا. تمام وزي الفل، انتي وفرتي عليها ووفرتوا على اللي عازمينكم، وانتوا كمان خدتوا حاجه ضمنتوا انها هتتاكل والناس هتبقى مبسوطه بيها، ويعني حاجه تكون مناسبه. الضيافة الحاجة اللي انت واخدها وانت رايح تقدر تاخد حاجات كتير جدا تكون مناسبة وما تكونش يعني شكلها اوفر قوي. ممكن لو عنده بيبي صغير مثلا من اللي هما بيلبسوا بامبرز، ممكن تجيب باكت بامبرز مفيش اي مشكلة. يعني انتوا شوفوا ايه اللي يناسبكم ويناسب البيت اللي انتوا رايحينه وهاتوه. فبلاش الحاجات اللي هي يعني ملهاش لازمة قوي يعني. ولو احنا اتفقنا على الحلو فيبقى الحلو برضو في حدود المعقول، بلاش تجيبوا الحاجات الاوفر قوي علشان ما تحرجش الطرف التاني. لو انت عزمته عندك عايز ترد العزومة، ان هو يبقى مثلا شايل الهم انه يجيلك انه مش هيقدر يرد نفس الهدية اللي انت دخلت بيها، او انه مش تكلف قوي قوي في الاكل علشان الناس برضو ما تبقاش محرجة وهي جايالك، او ان هي بترد لك العزومة يا ترى عزومتنا هتبقى زيه ولا لا، يا دي الكسوف هنعمل ايه، ده كانت عاملة شيء وشويات اللي احنا عاملينه ده هينفع ولا لا. لا يا جماعة يعني هونوا على بعض، احنا بنبقى عايزين نتلم ونشوف بعض ونفطر مع بعض وناخد اجر افطار الصائم، ولكن بدون ما نرهق نفسنا. صنفين بالكتير حلو زي الفل وجنبهم حبة سلطة وحاجة حلوة تتشاركوا فيها وتمام وزي الفل. الغرض كله ايه؟ ان احنا نتجمع على سفرة واحدة ونشوف بعض وتبقى صلة ارحام وتبقى القرابة والصحوبية والجيرة وكل الكلام الحلو ده من غير ما نرهق بعض. ما تخلوش الناس تبقى شايلة هم العزومة سواء وهي بتعزمك او شايله هم العزومه اللي انت عازمها لها ورايح له، في الحاجه اللي هياخدها معاه او في الحاجه اللي هي بتعملها وانت رايح له. خلي الامور كده يا جماعه بسيطه وسهله وجميله. يعني الظروف اللي بيمر بيها كل الناس بقت يعني صعبه، فاحنا نهون على بعض، واهم حاجه اللمه الحلوه والنيه الخالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. كل ست واقفه في المطبخ بتشوف الفيديو ده، جددي نيتك واجعليها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. بلاش تتأففي لما جوزك يقولك هعزم أهلي، بلاش تتأففي لما يقولك هعزم أصحابي. هو يا ستي معاه الإمكانية وربنا فتحها عليه، خلاص اعملي. وإن شاء الله يبقى في فيديو تاني للأزواج اللي مقضينها عزايم على طول رمضان. ارحم الست اللي واقفة في المطبخ دي شوية. كل سنة وانتم طيبين، تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات والعبادات. السلام عليكم.